كانت تنظف أحد منازل الأغنياء حتى تفاجأت بشيء صادم. كان لا يوجد أي أثاث في المنزل، وشعرت بالقلق من صاحب البيت. ظل يراقبها طوال الوقت وظنت أنه سوف يأذيها، لكن ما فعله معها في النهاية جعلها تنهار من البكاء. ذات يوم تلقت روزا مكالمة من شخص لا تعرفه على الإطلاق. أخبرها أن تأتي إلى منزله غدا بمفردها لأنه يحتاج أن تقوم بتنظيفه. وافقت على طلبه، لكن بعد إغلاق المكالمة معه بدأت بالبكاء، فقد كانت روزا تعيش ظروفاً صعبة وقاسية للغاية خلال تلك الفترة. ففي الماضي كانت تعمل في تنظيف المنازل، وكان لديها عشرات الزبائن. جميع العائلات كانت تحب التعامل معها لأنها كانت أمينة ومجتهدة بالعمل، حتى أن بعضهم كان يعطيها مفاتيح منازلهم لكي تنظفها أثناء غيابهم. كانت الأمور تسير بشكل مذهل مع روزا حتى حدثت الكارثة. ففي عام 2020 اندلع وباء كورونا وانقلب العالم رأساً على عقب، وبسبب الحظر فقد اضطر الجميع للبقاء في منازلهم والتوقف عن العمل. ذلك أدى إلى سوء الأحوال المادية لدى الملايين من البشر، وبالطبع فإن روزا قد تأثرت بشكل كبير بسبب هذه الأزمة العالمية. فمعظم زبائنها أخبروها ألا تأتي مجدداً من أجل تنظيف منازلهم، وذلك لأنهم لا يمتلكون المال الكافي لكي يدفعوا لها ثمن التنظيف. رغم ذلك فإن روزا رفضت التوقف عن تنظيف منازلهم وصارت تعمل مجاناً، حيث أخبرتهم أنهم كانوا كرماء معها دائماً وهي لن تتخلى عنهم أبداً. لكن مع مرور الوقت أصبحت روزا فقيرة للغاية ولا تملك أي نقود. حينها بدأت تتراكم عليها الديون وأصبحت غير قادرة على دفع إيجار منزلها، وللأسف فإن صاحب المنزل طردها وأصبحت مشردة في الشوارع. لحسن الحظ فقد قامت أختها وزوجها باستضافتها في منزلهم، وبسبب كل هذه الظروف الصعبة كانت روزا سعيدة من مكالمة الرجل الغريب، لأن تلك هي أول فرصة عمل حقيقية تحصل عليها منذ بداية الوباء. وبالفعل حين جاء الغد ذهبت إلى عنوان المنزل، وحينها شعرت بالذهول. كان المنزل عبارة عن شقة واسعة جدا بها 4 غرف نوم وصالة كبيرة، ذلك بالإضافة إلى أن المنزل يقع بأحد أرقى المناطق في المدينة. تمنت روزا حينها أن يكون لديها منزل بهذا الجمال لكي تعيش فيه، حيث كانت تشعر بالإحراج الشديد من النوم في منزل أختها. بدأ صاحب البيت بأخذ روزا في جولة سريعة حول المنزل بأكمله. ظنت روزا أنه يريدها أن تعرف الأماكن التي ستقوم بتنظيفها، لكن في الحقيقة فإنه كان يجهز لها مفاجأة لم تكن حتى تحلم بها. فبعد انتهاء الجولة حول المنزل سألها الرجل عن رأيها بهذا البيت. حينها أجابت روزا وقالت إنه منزل رائع، لكنه يحتاج مجهوداً لتنظيفه. لكن في ذلك الوقت قام الرجل بإعطائها مفتاح المنزل في يدها. أخبرها الرجل أن العائلات التي كانت تعمل لديهم قد اكتشفوا ظروفها الصعبة، لذلك فقد قرروا مساعدتها وإعطائها مكافأة على خدمتهم طوال تلك السنين، حيث قاموا بجمع المال واشتروا لها هذا المنزل لكي تعيش فيه. لم تصدق روزا أن هذا حقيقي، ولم تستطع السيطرة على دموعها. لقد ظنت أنها تحلم، فهي لا تعرف ما الذي فعلته لتستحق تلك الهدية العظيمة. قال لها الرجل أن زبائنها اندهشوا عندما رفضت التخلي عنهم وقت الوباء، فرغم أنها كانت تحتاج المال لكنها ظلت تنظف منازلهم مجانا بدون مقابل. لذلك فقد قرروا عدم تركها لوحدها في أزمتها والوقوف بجانبها، لأن في نهاية الأمر هذا المنزل مجرد هدية بسيطة لسيدة عظيمة مثلها.